تعرف ان من كل 100 زائر بيدخلوا موقعك ويضيفوا منتجات لسلة التسوق، في 70 واحد منهم بيخرجوا بدون ما يكملوا عملية الشراء، وده بناء على اخر الاحصائيات لمواقع التجارة الالكترونية. انا محمود نبيل، والنهارده هنتكلم عن نوع مهم جدا من انواع الاعلانات اسمه اعلانات اعادة الاستهداف. دلوقتي انت عندك 70 واحد خرجوا من الموقع بدون ما يكملوا عمليه الشراء. هنا انت محتاج اولا تحددهم، ثانيا تعمل لهم اعلانات مخصصه ليهم عشان يرجعوا ويكملوا عمليه الشراء. وعشان تقدر تعرفهم لازم تكون مركب على موقعك نظام التتبع وكود البيكسل، وده اتكلمنا عنه بالتفصيل في فيديو قبل كده شرحنا فيه ايه هو نظام التتبع وايه اهميته وازاي تقدر تركبه على موقعك. تقدر تروح تشوفه من على القناه. دلوقتي انت حددت المجموعه اللي خرجوا من موقعك بدون ما يكملوا عمليه الشراء. هنا انت محتاج تعمل لهم اعلان مخصص يحثهم على اكمال عمليه الشراء، والنوع ده من الاعلانات اسمه اعلانات اعاده الاستهداف. وعشان توضح لك الصوره بشكل اكبر هديك مثال. دلوقتي انت عايز تشتري محفظه، فدخلت موقع سين لبيع المحافظ، عجبتك محفظه معينه واضفتها لسله التسوق، وحصل لك ظرف ما فخرجت من الموقع بدون اتمام عمليه الشراء، وبالصدفه كان الموقع ده مشغل اعلانات اعاده استهداف. فاللي هيحصل انك هتلاقي اعلانات المحفظه دي بتطاردك في معظم مواقع الانترنت اللي انت بتزورها، وبالتاكيد ده هيزود احتماليه انك هتشتري المحفظه من نفس الموقع ده، وهيزود مبيعاته وهيزود معدلات التحويل عنده. لذلك انصحك انك تجرب النوع ده من انواع الاعلانات، لانه دايما بيكون ارخص من انواع الاعلانات العاديه. بس لاحظ انك ما ينفعش تبدا بيه حملاتك الاعلانيه. الترتيب الصحيح هيكون كالتالي: اولا هتبني نظام التتبع الخاص بيك وتركبه في موقعك. ثانيا هتعمل حملاتك الاعلانيه باستهدافك الطبيعي. هنا هيجي لك ال100 زائر اللي ذكرناهم في اول فيديو. ثالثا هتاخد ال70 واحد الذين لم يتمموا عمليه الشراء وهتعمل بيهم جمهور مخصص، وده هيودينا رابعا الجمهور المخصص ده هنعمل له اعلانات اعاده الاستهداف اللي احنا ذكرناها.